من قلب مدينة فاس العريقة ولد فن الزليج، ليس مجرد بلاطات ملونة، بل تاريخ وهوية وحضارة مغربية كتبت بالحجر والطين. ظهر الزليج في المغرب منذ العهد المرابطي، وتطور في عهد الموحدين، وبلغ قمته في العصر المريني، وأصبحت مدينة فاس عاصمة لهذا الفن. فكل قصر أو مسجد مغربي يحمل بصمة من الزليج، شاهدة على عظمة حضارتنا. الألوان والرموز والزخرفات. ألوان الزليج ليست عبثاً، الأزرق يرمز إلى الروحانية والصفاء، الأخضر إلى الحياة والإسلام، الأبيض إلى النقاء، أما الأصفر والذهبي فيعكسان الجمال والبهاء. كل لون يحمل معنى، وكل شكل هندسي رسالة عن الانسجام والنظام الكوني. تقنيات الصناعة. الحرفيون المغاربة يصنعون الزليج بمهارة استثنائية، يشكلون الطين، يشوى في الأفران، يلون بعناية، ثم يقطع إلى قطع صغيرة بدقة مذهلة. كل قطعة توضع لتشكل نجمة أو وردة أو زخرفة هندسية متقنة. إنه عمل يحتاج إلى الصبر والإبداع، يتوارثه الصناع جيلاً بعد جيل. الانتشار العالمي. الزليج الفاسي يزين جامع القرويين بفاس، وقصر البديع بمراكش، والقصور الملكية المغربية، ولم يتوقف عند حدود